معلف غير كركبوا انا وبعد الطوفان غيخرج منك كاع هادو عناوين ديال هاد حكومه الكفاءات. قالت لك اسيدي اليوم ندوى ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه، ومشاو شي صحفيين كيسولوه كيقولوا له كيفاش قضيه ديال الكاميو اللي ضركتي ليه البلاكه وجالس كتفرق فيه الكفاف، مع العلم ان مرسوم ديال الاحسان العمومي هو خارج وكيقول لكم ممنوع تفرقوا وكذا والا بشروط وكذا وكذا. قالوا لي كيفاش قضيه ديال المساعدات اللي كتخرج من دارك، وقالوا لي كيفاش قضيه ديال وزير التعليم اللي جالس كيعفي في الاعفاءات بدون سند، مع العلم انه ولاو كيتعينوا الناس ديال التجمع الوطني الاحرار وكان هذا السيد هذا كيدير لنا دوله وسط الدوله. مع زايد عاوتاني سولوه سؤال اخر ديال الكميه ديال الجامعه والاليه ديال الجامعه، ما جاوبهم على حتى حاجه، جاوبهم على زيت الزيتون. هذا وزير خارج مساعدات كتضرب في وزاره الداخليه وفي المرسوم اللي غيخرج وفي كل شيء، وقال لهم ما نجاوبكمش. يعني اش غيخرج منكم كاع؟ شو المستوى اللي وصلنا ليه في التواصل في هذه الحكومه هذه؟ تزيروا هذا النهار الصحفيين على جوج مواضيع وما لقى باش يجاوب عليهم بحال ديما، اما يتهرب او يقول لك سيروا سولوا الوزير. السيد الوزير، غادي نسولكم على الشاحنه التي عمت صورتها المغرب. كيتعلق الامر بشاحنه تابعه لجامعه يغزه. يقال بانه الشاحنه كانت كتفرغ واحد المساعدات تابعه للجود اللي هي تابعه لحزب التجمع الوطني الاحرار، واللي كانت تار بشانها نقاش كبير قبل الانتخابات، وكان حزب ديال الاستقلال وحزب ديال البام اتهموا حزب الاحرار بانه استغل المساعدات لتحقيق مكاسب انتخابيه. الموضوع الاول هو الكاميو ديال القفا في رمضان اللي قالوا انه كيحط قفا في جود في بيتاس باش يتم استغلالهم انتخابيا، والمشكل انها الكاميو ديال الدوله، يعني تسخير ممتلكات الدوله لاغراض انتخابيه. وطبعا بيتاس تجاهل السؤال تماما، وهذا كيبين انه مهما ما نفاش يعني ديك الشيء كامل صحيح. وهنا وزاره الداخليه خاصها تدخل وتوضح حد لهذا الشيء، كيف كتعامل مع احزاب المعارضه خاصها تتعامل مع احزاب الاغلبيه، خصوصا ان حزب الاستقلال خرج بالطاي وقال لك سنه التطوع وبدا كيفرق القفاف. زعما هاد سنه التطوع علاش ما درتوهاش في 2022؟ او سحاب لكم المغاربه حمير وغضوخوا عليهم مره اخرى. الموضوع الثاني بخصوص ديك القرار اللي داروا بالرضا وعزل مدراء اقليميين معروفين بكفاءتهم باش يجيب مدراء اقليميين تابعين لحزب الاحرار، وطبعا بيتاس رفض يجاوب عليه حتى هو. ولكن نطمنك انت وحكومتك قريبا غنحط فيديو فيه الكشف على هذه الفضيحه الانتخابيه يرجع فيها الاحرار كيحارب الكفاءات باش يجيب اللي يخدموه انتخابيا. الاعفاءات اللي تمت في وزاره التربيه الوطنيه، سمعنا تعيينات تمت خارج المسترق في وقت معين، كانوا الناس دوزوا مباراه وما تعينوش. حاليا كاين اعفاءات اللي شملت 16 مسؤول اقليمي بدون تعليل واضح. شفنا واحد البلاغ مرتبك صدر عن وزاره التربيه الوطنيه. اليوم كنسمعوا اتهامات صريحه لحزب التجمع الوطني الاحرار بانه سعى من وراء هذه الاعفاءات لتبليص مسؤولين محسوبين عليه. في هذه الندوه هذه نحاول ان نطلعكم على ما راجع في المجلس الحكومي من جهه، وان نتحدث عن الاستراتيجيات، وان نتحدث عن القضايا الكبرى التي تهم المغاربه في اطار ما ينفع الناس. فهذه القضايا التدبيريه مع اللي كتبقى ما عليك الا التواصل مع القطاع المعني. فما غيقولوا لك شكون اللي بغى يتبلص وشكون اللي ما بغاش يتبلص وشكون اللي غادي يكون وشكون اللي ما غاديش يكون.